عليكم، اسعد الله صباحكم بكل خير. لا 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 4 كيلو كويسة. لا يكون تغييرك للأكل من غير صحي إلى صحي وكأنك تهدد نفسك، يا ينزل وزني ولا والله ما راح أغير. لا 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 لا، انتبه من الموضوع هذا، انتبه. انت تغير أكلك، ترى مو القصد أو الهدف الأساسي إنه بس ينزل الوزن، لا. القصد أو الأساس تعديل عملية الأيض، عشان وش هي صحتك بعد 20 سنة، بعد 30 سنة، بعد 40 سنة. هذا الأساس، فهمتوني؟ هنا اللي يحدد نسبة انخفاض الوزن هي كفاءة الكبد، لأنه الدهون تخرج عن طريق الكبد بنسبة، أو الكبد تعمل على تفكيك الدهون بنسبة 84% كثاني أكسيد كربون، ويخرج عن طريق التنفس 16% كماء، ويخرج عن طريق البول، لأنه الجسم يخزن الدهون على هيئة صلبة شحم، وعشان يخسرها لازم يحولها إلى دهون حمضية سائلة، وهذا بارتفاع هرمون الطاقة اللي اسمه هرمون سنسيتيف لايبيز. وعلى فكرة ترى هرمون الطاقة هذا، هرمون سنسيتيف لايبيز، ما يرتفع عشان تخسر الدهون أو يهيئ الجسم لخسارة الدهون إذا كان سكر الدم مرتفع بسرعة. يعني أنت الآن مثلا برمضان بإذن الله تعالى، علشان تفتك من الموضوع هذا، لا تاكل، وبشكل خاص إذا كان عندك سكري النوع الثاني، لا تاكل تمر مرة واحدة كثير. يعني كل مثلا تمرة واحدة، بعدين كل وجبة أساسية تحتوي على دهون، مثلا عندك شوربة جريش، مثلا عندك أي حاجة تحتوي على دهون، بعدين كمل أكل التمر، لأنه ارتفاع سكر الدم بيكون أقل إذا كان ما بعد وجبة رئيسية، لأنك ما راح تدخل بيور صافي تمر مرة واحدة على اللي هو المعدة، لا. هنا بيكون في أصلا معاها أكل ثاني، فينخفض المعدل الجلايسيمي للتمر نفسه. كذا ترتاح انه ما تهيئ جسمك لتخزين دهون اذا اكلت وجبة بعد المغرب وبعد التراويح